السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة هاجر ادم. نتمنى تكونوا في كامل الصحه والعافيه. جيتكم بواحد الوصفه جديده وفيديو جديد. جيتكم بحلوه لسان الطير بطريقه مبسطه جدا جدا سهله ماهله. كطيبيها مره واحده، ما تحتاجيش انك طيبيها زوج المرات، كتجي ناجحه مقرمشه منبله كي تنقولوا، يعني مجعبه رائعه جدا وغتنجح معك من اول تجربه. المهم هذه الحلوه ديال اخر لحظه يمكن لك تحضريها بدون كثره المقادير، بسيطه ورخيصه بزاف بزاف، يعني اقتصاديه جدا. ما عليكم الا تتبعوا الوصفه من الاول حتى الاخر وغتحصلوا على نفس النتيجه. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. والمقادير هذه الوصفه كنحتاجوا 600 غرام ديال الدقيق الفورس الرطب، نص كاس ديال الزبده والزيت، يعني نص كاس مخلط ما بين زبده وزيت. كنضيفها على الدقيق، من بعد كنضيف نص كاس ديال الماء زهر باش تجي منسمه بماء الزهر. كنضيف نص كاس ديال الحليب، يعني عادي ما مسخن ما والو. يعني هاد المقادير كتعطي واحد الكميه اللي معتبره ديال هاد الحلوه المعسله ديال لسان الطير، كتعطي كميه رائعه. وهانتوما غتشوفوا معايا الطريقه راها ساهله. كنضيف الملح، يعني كنكونوا سخين شويه في الملحه كيف ما شفتوا. وكنضيف معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، وكنوضع حدايا كاس ديال الماء العادي هو اللي غنجمع به العجين. كنخلط الزبده مع الدقيق، ومن بعد كنبقى نجمع العجين بالماء. كنضيف الماء شويه بشويه حتى كتجمع لي العجين. ما كنحتاجش هاد العجين ندلكها نهائيا، كنجمعها فقط يعني بدون مجهود بدون دلك. حلوه رائعه وكتعطي النتيجه ممتازه بلا تعب، يعني بلا تعقيدات. وما غنحتاجوش نطيبوها المره الاولى ونعاودو نطيبوها المره الثانيه. شوفوا الكميه ديال الماء اللي بقات لي من الكاس، يعني استعملت كاس الا ربع باش جمعت العجين. هذا هو القياس ديال الماء اللي احتاجيت. والعجين راني غير جمعتها ما دلكتها ما والو نهائيا. ودابا غنغطيها ببلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح لمده 20 دقيقه بلا ما ندلكها بلا والو. نخليها ترتاح ومن بعد نرجع باش نكورها. من بعد ما ارتاحت كيف ما شفتوا، دابا غنوضع لها هذا الشكل هكا باش غادي نقطعها. حطيت حدايا زلافه فيها المايزينا او دقيق الذره، يعني النشا. كناخذ داك العجين وكنقسموه على 10 ديال الكرات، يعني 10 ديال القطع يكونوا متساويين. شوفوا معايا العجين راه رطب لانه ارتاح. هاد الكرات كنحاول انني نقادهم ونجيبهم قادين كيف ما شفتوا. بعد ما كنقاد الكره كنوضعها في النشا او المايزينا وكنحطها على جنب. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكرات اللي عندي كاملين بنفس الطريقه. كنوضعهم في المايزينا ومن بعد كنحطهم في داك القصريه كنخليهم يرتاحوا. من بعد ما ساليتهم كاملين وضعتهم في النشا كيف ما شفتوا، كنخليهم في هذه القصريه على جنب وكنبدا نطلقهم، يعني ما كنخليهمش يرتاحوا. كناخذ وحده بوحده كنطلقهم لان ديك 20 دقيقه في الاول كافيه. دابا كناخذ وحده بوحده وكنطلقهم بالثلاك، يعني على لاقي كل جوج مع بعضياتهم غتعطيني 5 ديال يعني 5 ديال الشرائط. هانتوما غتشوفوا معايا. من بعد ما خديت الكريسه الاولى كيف ما شفتوا، غادي بالاستعانه ديال النشا غادي نطلقها بالثلاك. كندير ليها النشا باش ما كتلصقش ليا. وكذلك داك النشا هو اللي كيعطي هذيك القرمشه اللي حصلت عليها، كتجي مقرمشه هذه الحلوه ديال لسان الطير. وما كنحتاجوش نطيبوها زوج مرات، يعني ما نحتاجوش نطيبوها المره الاولى كيف ما كتعرفوا الطريقه التقليديه. دابا ما غاديش نحتاجوا ديك الطريقه، غنطيبوها في مره واحده وغنتهناو من اليوم. ما غتبقاش صعيبه وكتجي ناجحه ومقرمشه وهائله. بعد ما طلقت الكرسه الاولى كيف ما شفتوا بالاستعانه بالنشا كنحطها على جنب وكناخذ الكريسه الثانيه وكنطلقها كذلك بنفس الطريقه. السمك ديالها نتوما شفتوا معايا السمك ديالها كيفاش داير. راه ماشي كنديرها رقيقه حتى كيبان ليا يعني الطاوله اللي كنخدم عليها لا كتكونش رقيقه حتى ديك الدرجه. ومن بعد كندهن بالنشا كيف ما شفتوا. كنحيد داك الفائض مع الجوانب، كنخليه مع الجوانب وكنوضع القرصه اللي طلقت في الاول بالدلاك، يعني كنوضع وحده فوق وحده وكنفرق بيناتهم بالنشا. من بعد كنلاقيهم وكنقادهم من الجوانب وكنسرحهم بالدلاك. غير هنايا كنحاول انني نسرحهم على شكل مستطيل كيف ما شفتوا معايا، يعني ماشي دائره، على شكل مستطيل باش ملي نطويها ما يجيوش الجناب رقاقين والوسط يجي يعني غليظ، تجي قد من الجناب ومن الوسط. يعني حاولت ما نديرهاش مدوره. من بعد كندير النشا. من بعد ما لقيت داك الجوج طلقتهم بالدلاك كندير كذلك النشا
يعني كميه اللي قليله ماشي كثيره، كندير شويه ومن بعد كنديرو فوق العجين وكنحيد داك الفائض كنخرجو مع الجوانب. دابا غادي نبدا نتنيها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، ونحاول ملي نكون تنلويها بحال هكا يعني ما نزيرهاش، نحاول نرخفها ما امكن باش ملي نبغي نقليها في الزيت تلقى يعني المساحه فاش تنفخ وتلقى كيفاش يدخلها الزيت لداخل وطيب من الداخل مزيان وتجي مقرمشه. ما تزيروهاش ملي تكونوا كتلويوها، حاولوا ما امكن طويوها مرخوفه. من بعد كناخذ الماء وكندهن داك الحواف العجين باش كتلصق ليا وما كتحلش، وعلى ضمانتي راه ما كتحلش نهائيا في زيت بهذه الطريقه هذه. يعني ما تحتاجوش تستعملوا الطحين والماء، غير الماء فقط. وكنستمر بهذه الطريقه. كناخذ القرصه الثانيه يعني القرصه الثالثه وكنطلقها بالاستعانه بالنشا بالدلاك جيدا بهذا الشكل هذا. كيصبح السمك ديالها هو هذا. كندهنها بالنشا وكنوضعها على جنب. كناخذ القرصه الثانيه اللي غنلاقيها معاها كنطلقها حتى هي كذلك بالدلاك يعني جيدا. يعني هذه الحلوه كيف ما قلت لكم صراحه رائعه بزاف بزاف، ناجحه ومضمونه. اكيد غتجربوها وخليو لي ارائكم في التعليقات. من بعد ما طلقتها وضعتها فوق الاولى اللي طلقت. شوفوا معايا السمك، راه تنوريكم السمك كيفاش هو، يعني ما ديروش رقيقه حتى تبان لكم طويله العمل، لا. ودابا كنقاد وحده مع وحده. هنايا كنطلقها كنلاقي وحده مع وحده وكنفرق بيناتهم بالنشا. كنطلقها على شكل مستطيل، كنحاول ما نخليهاش مدوره باش ملي تنيها ما يجيوش دوك الجوانب رقاقين والوسط يجي سميك. شوفوا معايا. ودابا غنتنيها بهذا الشكل هذا وما نزيرش، يعني ملي كنت نتني ما نزيرش، نحاول نخليها مرخوفه. وكندهن جوانب العجين بالماء باش تلصق وما تحلش. غادي تعطيني 5 ديال الشرائط الطوليه بهذا الشكل هذا. كنبقى حتى كنكمل الكميه كامله بنفس الطريقه. بعد ما كملت العجين اللي عندي دابا غادي ندوز باش نقطعو. شوفوا معايا ملي قطعتها راه كتبقى محلوله حتى كطيب في الزيت، يعني ما تحتاجوش طيبوها المره الاولى والمره الثانيه، وكتجي ناجحه رائعه بزاف بزاف وكتختصروا عليكم الوقت بهذه الطريقه هذه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. دابا كنقطعها. المهم لكم الاختيار، بغيتو تقطعوها بالسكين قطعوها بالسكين، بغيتو تقطعوها بالمقص يعني كيبقى لكم الاختيار بهذه الطريقه هذه. وكتبقى لا بغيتو ديروها كبيره او صغيره، ولكن هذا هو القياس يعني المزيان. ولا بغيتو ديروها بحجم كبير يمكن لكم تكبروها او بحجم اصغر. شوفوا معايا كيفاش محلوله من الداخل، يعني كتبقى هكذا حتى كنقليوها رائعه جدا. ويمكن لكم تقطعوها بهذا الشكل هذا وتخليوها يعني واحد المده مثلا في الصباح وفي العشيه عاد تقليوها حتى تنشف مزيان، يعني ممكن ما تقليوهاش في الحين. وهنا ملي كتجيو تقطعوا الا بانت لكم شي بلاصه محلوله كدهنوها شويه بالماء وكتلصقوها راها كتلصق. كنستمر بهذه الطريقه. انا كملت بالسكين لان لقيت طاوعني السكين احسن من المقص، ولكم الاختيار قطعوها يعني بالسكين او المقص. شوفوا معايا راها كتبقى محلوله رائعه. وكذلك الا لقيتوا شي وحده ما لاصقاش بهذا الشكل هذا لصقوها بالماء. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنقطع جميع الشرائط اللي عندي، وهذه هي الكميه. من بعد ما قطعتهم كاملين دابا غندوز باش نوجد الزيت والعسل فاش غادي نقلي هاد الحلوه ديال السنطير. انا هنا وجدت الزيت والعسل فاش غنطفي الحلوه وغادي نبدا نقليها. النار ما تكونش قليله بزاف ومتوسطه واحد شويه، ونخليها طيب على خاطرها حتى تاخذ اللون ديالها الذهبي. وما نجهدش عليها النار باش ما تبقاش خضره من الداخل، باش طيب مزيان. ونبقى نقلب فيها حتى كطيب على جميع الاوجه. ما تخافوش من النار، ما كتحلش في الزيت ما والو. شوفوا معايا فاش كنوضعها في الزيت كتنفخ ما شاء الله، كتجي منفوخه رائعه جدا. هذه الحلوه جربوها وخليوا لي ارائكم في التعليقات. دائما كنحاول نجيب لكم وصفات اللي تكون سهله، يعني كنحاول ندير فيها تسهيلات باش تقدروا تجربوها بسهوله. شوفوا معايا كيفاش جات من بعد ما قليتها وبقيت كنقلب فيها شويه بشويه حتى تحمرات وخدات اللون الذهبي. انا هنا نقص البوطه باش نوريكم كيفاش جات، باش ما يعني باش ما تزيدش طيب. نقص البوطه باش نوريكم كيفاش جات. راها مقرمشه مجعبه كيف كنقولوا، رائعه بزاف. كطيب من الداخل وكتجي بحال الحلوه التقليديه ديال السنطير اللي كطيب المره الاولى والمره الثانيه. غير هذه كنطيبوها مره واحده. المقادير اللي عطيتكم تبعوهم وراه كتجي ناجحه. شوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش كيجي مقرمشه محلوله من الداخل مجعبه، رائعه جدا جدا. اكيد غتجربوها وغتنال الاعجاب ديالكم. كتجي كذلك مقرمشه كيف ما شفتوا. كنستمر بالقلي ديال الحلوه ديال السنطير. كنقليها في الزيت على نار يعني مهيله حتى المتوسطه، وكنطفيها في العسل. ومن بعد كنديرها تسقطر في شي حاجه وكنقدمها. هنا باقي ما درتلهاش الزنجلان، يعني يمكن لكم تزينوها بشويه ديال الزنجلان او شويه ديال اللوز ايفيلي، لكم الاختيار. شوفوا معايا كيفاش كتجي رائعه. خليتها شربات الزيت مزيان ومن بعد سقطرتها، وهذا هو الشكل ديالها النهائي. كنتمنى تعجبكم وتجربوها.